هو ال AI هياخد شغلنا بجد؟ تعال نتكلم كلمتين في الموضوع ده. بص يا سيدي، ال AI شاطر جدا في الشغل اللي فيه تكرار زي إدخال البيانات، كتابة تقارير جاهزة، خدمة عملاء بسيطة، إعادة صياغة إيميلات، تظبيط صور. الحاجات دي فعلا ممكن يوفر فيها وقت وشغل ومجهود. بس خلي بالك، ال AI ملوش مشاعر. العلاقات الإنسانية والإبداع وحل المشاكل المعقدة دي حاجات لسه بتاعتنا احنا كبني آدمين. هديك مثال بسيط. أحمد كان شغله كله إدخال بيانات. أول ما ال AI بدأ يشتغل شغله قل جدا. بس أحمد ما وقفش، اتعلم أدوات AI لتحليل البيانات وبقى مسؤول تقارير أذكى من الأول. يعني بدل ما يتشال من شغله، بقى أهم وأسرع من الأول بكتير. وعلى العموم لو خايف على شغلك اعمل الحاجات دي. بص على شغلك في تكرار ولا في إبداع. اتعلم على الأقل أداة AI واحدة تساعدك في مجالك. وطور مهاراتك البشرية زي الإدارة، التواصل، التفاوض، أو التفكير الإبداعي. ده كله ال AI ما بيعرفش يعمل ومفيش غنى عنه. الخلاصة، ال AI مش هياخد شغل. اللي هياخد شغلك هو شخص بيستخدم ال AI، لأنه هيغير وهيسرع طريقة الشغل، واللي هينجح هو اللي هيعرف يستخدمه صح. فالحق نفسك يا معلم وواكب عشان الموج عالي أوي. سلام.